بص، انت اتربيت على ان اللي يكسب هو اللي عنده حق، وان النصر دايما حاجة حلوة ومشرفة. بس ميكافيلي كان شايف ان الكلام ده ضحك على الناس، كان شايف ان النصر ساعات بيبقى كذبة، بس كذبة ذكية، واللي يعرف يكذب صح هو اللي يحكم. النهاردة هحكي لكم حكاية الراجل اللي اتهموه بالشر وباعوا أفكاره للحكام وغير شكل السياسة لحد النهاردة. حكاية ميكافيلي وكتاب الأمير. ميكافيلي اتولد سنة 1469 في إيطاليا، وقت ما إيطاليا ما كانتش دولة واحدة زي دلوقتي، كانت حتت متقطعة، كل مدينة دولة وكل دولة بتتآمر على التانية، وخيانة واغتيالات وحكام بيتغيروا كل شوية. ميكافيلي من صغره شاف بعينه إن اللي بيكسب مش أشطر واحد ولا أعدل واحد، اللي بيكسب هو اللي فاهم اللعبة. كبر واشتغل في السياسة وبقى موظف مهم في حكومة فلورنسا، يسافر يقابل ملوك، يشوف حكام بيضحكوا في وشك وبعدين يطعنوك في ظهرك. وهنا ميكافيلي بدأ يفهم حقيقة مرعبة: الأخلاق اللي بيقولوا عليها في الخطب مش هي اللي بتمشي العالم. وفي يوم من الأيام الحكم في فلورنسا وقع، وجه حاكم جديد، وميكافيلي اتقبض عليه، اتسجن وتعذب واتنفى من السياسة. الراجل اللي عاش عمره وسط السلطة اترمى على جنب في ثانية، وهنا بدل ما ينهار قعد يكتب. ميكافيلي كتب كتاب الأمير مش عشان يعلم الناس تبقى وحشة، لكن عشان يقول الحقيقة من غير تجميل. قالك بصراحة: الحاكم مش دايما ينفع يبقى طيب، الرحمة الزايدة ساعات تدمر الدولة، الخوف أنفع من الحب لو ما ينفعوش الاتنين مع بعض. وقال الجملة اللي لحد النهاردة عاملة صداع: الغاية تبرر الوسيلة. يعني إيه؟ يعني الناس هتحاسبك على النتيجة مش على الطريق، لو البلد مستقرة مش هيسألوك عملت إيه عشان توصل لكده. ميكافيلي قال كمان: الناس بتنسى موت أبوها وما تنساش ضياع فلوسها. كان فاهم النفس البشرية أكتر ما كان فاهم السياسة. قالك إن الشعب بيتخدع بسهولة، بيحب اللي يبان قوي وبيمشي ورا الصورة مش الحقيقة. يعني لو انت ضعيف بس شكلك قوي انت كسبان. وخلينا نسأل: ليه اتكره؟ الكنيسة هجمته، قالوا عليه شيطان، قالوا أفكاره فاسدة، بس الحقيقة كل حاكم تقريبا قرا كتابه، حتى اللي شتموه، لأن الأمير ما كانش كتاب أخلاق، كان كتاب واقع. ميكافيلي ما قالش اعمل كده عشان تبقى إنسان كويس، قال اعمل كده عشان تفضل على الكرسي بتاعك. وهنا السؤال المهم: هل ميكافيلي كان شرير فعلا ولا كان صريح زيادة عن اللزوم؟ هل النصر فعلا نصر ولا مجرد حكاية حلوة بنحكيها للناس عشان يقبلوا اللي حصل؟ كمل معايا علشان نفهم ليه بعد 500 سنة لسه ميكافيلي بيحكم العالم من غير ما يكون قاعد على كرسي. ميكافيلي ما كانش بيحب الحكام ولا كان بيدافع عنهم، وهو كان شايفهم على حقيقتهم وقال اللي شافه بس. كان مؤمن إن أكبر كذبة اتقالت للناس إن السياسة ليها علاقة بالأخلاق. قالك: بص، السياسة ليها علاقة بالبقاء مش بالمثاليات. الحاكم لو التزم بالأخلاق طول الوقت هيتداس، ولو بقى وحش طول الوقت الشعب هيكرهه وهيقلب عليه. يعني إيه؟ يعني الحاكم الشاطر هو اللي يعرف يمثل الطيبة ويمثل القوة ويمثل الرحمة ويمثل القسوة، بس في الوقت الصح. ميكافيلي قال فكرة خطيرة جدا: مش مهم تكون كويس، المهم انك تبان كويس، لان الناس مش بتشوف الحقيقة، الناس بتشوف اللي قدامها. لو انت حاكم شكلك قوي الناس هتخاف، شكلك عادل الناس هتطمن، شكلك رحيم الناس هتحبك، حتى لو كل ده تمثيل. وقال ان اغلب الناس عايزة تعيش وتاكل وتحس بالامان، مش عايزة تعرف الحقيقة. والحقيقة إن السؤال الأشهر في كتاب الأمير: هل الأفضل إن الناس تحبك ولا تخاف منك؟ ميكافيلي قال: لو هتعرف تجمع الاتنين يبقى تمام، بس لو لازم تختار يبقى الخوف أنفع من الحب. طب ليه؟ لأن الحب اختيار، والاختيار ممكن يتغير، لكن الخوف ثابت. بس خد بالك، قالك ما تخليش الخوف يتحول لكراهية، لأن الكراهية هي أول خطوة للسقوط. ميكافيلي فرق بين نوعين: قسوة غبية وقسوة ذكية. القسوة الغبية إنك تفضل تضرب في الناس كل يوم من غير سبب واضح، أما القسوة الذكية ضربة واحدة في أول الحكم توجع وتخلص، وبعدها استقرار وهدوء وناس تقول كان قاسي بس الدنيا ظبطت. طب ليه أفكاره لسه عايشة؟ لأن العالم ما اتغيرش، غير بدلته بس. اللي كان ملك زمان بقى رئيس، مدير شركة، رجل أعمال، مؤثر، زعيم رأي، كلهم بيلعبوا نفس اللعبة: الصورة والتوقيت والسيطرة. عشان كده كل ما تشوف حد بيغلط وبيفضل مكانه تفتكر ميكافيلي. طب في سؤال: هل ميكافيلي كان وحش؟ الحقيقة ميكافيلي كان مراية، اللي بص فيها وشاف نفسه وحش اتهم المراية، لكن ميكافيلي ما خلقش الشر، هو بس شاور عليه وقال: اهو.
يمكن ميكافيلي ما كانش شرير، يمكن كان صادق زيادة عن اللزوم، أو يمكن المشكلة مش في كتاب الأمير، المشكلة إننا كلنا شفنا نفسنا بين سطور. لأن الحقيقة اللي محدش بيحب يسمعها إن العالم ما بيمشيش باللي صح، بيمشي باللي ينفع. وكل مرة تشوف حد يظلم ويكمل وينجح ويتصدق له النصر، افتكر إن ميكافيلي كان هنا من 500 سنة وقالك اللي هيحصل وإنت صدقت الحكاية. فالسؤال دلوقتي مش هل ميكافيلي صح ولا غلط، السؤال الحقيقي لو الكرسي قدامك هتطبق كلامه ولا هتفضل تصدق إن النصر دايما بيبقى نضيف. وسيب السؤال ده معاك، لأن الإجابة بتبان وقت الاختبار مش وقت الكلام. أنا محمد، وبحكي الحكاية زي ما هي.